أداء الثورة السودانية على امتدادها. التحية لكم وعبركم إلى جموع الشعب السوداني. اليوم عنوان الحلقة بتاعتنا اللي هو هل زاد الماء على الطحين؟ هل زاد الماء على الطحين؟ وده طبعا هو سؤال مركب. من الذي يحمل الماء؟ ده السؤال. لأنه الماء إذا زاد على الطحين باظت كل شيء، ولكن باظ العجين زي ما بيقولوا، ولكن أو باظ الطحين. ولكن من الذي هو يحمل إناء الماء؟ وده السؤال اللي حنجيب عليه في آخر هذا الفيديو. أحداث متسارعة في مجملة هي بتمثل بداية مشروع ما يسمى بخارطة الشرق الأوسطية الجديد. ودي خارطة أصلا تم التبشير بها أو العمل عليها من فترة طويلة من الثمانينات، ولكن في 2010 بدأت الأمور أو كأنه يعني أتى الزمن الصحيح أو التوقيت الأفضل لتنفيذ هذا المشروع. وبالتالي كانت البداية في 2013 عندما ذكر الفريق أحمد شفيق، وهو كان رئيس وزراء مصر آنذاك، بأنه هنالك خرطة تمت من إسرائيل، تمت اليوم للقيادة المصرية، وإنه الخرطة كانت معيبة جدا وبتمثل انتغاص لسيادة كل الدول، وإنه كان في إغراءات. كانت هي مرحلة الإغراءات. المرحلة الأولى هي مرحلة الإغراءات، وزي ما بنسميها نحن اللي هو شنو، زي ما نسموا إنه بقول لك شنو اللهم صل على سيدنا محمد، بيقول لك إنه العصا أو الجزر، يعني إنه لابد من ترغيب أولا ثم الترهيب ثانيا. إذا ما جيت بالحسنة تجي بشنو؟ بالغصب، يعني زي ما بقول المثل السوداني. و إذا ما تمت في الوقت ذاك ممكن تتم في ظرف ثاني يكون ملائم يتم العمل عليه، بحيث إنه لا أحد يستطيع أن يقول لا. يشغل أي إنسان وأي دولة في نفسها بحروبات داخلية أو مشاكل داخلية تتكفي على نفسها وما تستطيع أنها ذات يكون عندها سيادة أنها تحمي أي جزء. وبالتالي بردت الفكرة بتاعت إنه شنو، المساهمة في إنه أتت فكرة بسبب التكريس في السلطة أو الدكتاتوريات الموجودة، لأن هي منطقة الشرق الأوسط عموما هي منطقة، والقرن الأفريقي إنها هي منطقة بتاع الدكتاتوريات. وبالتالي الدكتاتوريات عادة ما تسخر كل موارد الدولة وهنا في حماية نفسها، وبالتالي من الطبيعي جدا أن تولد مثل الميليشيات كالنار في الهشيم. وبالتالي بنجد إنه كل الدنيا دي بقت فيها ميليشيات. يعني حتى مصر دي فيها ميليشيات الأرجاني، لو مسكنا السودان في ميليشيات مدحميتي وفي 20 ميليشيا هسه أو أكثر من 100 ميليشيا هسه هنا بعد أثناء الحرب بدون ما قبل الحرب. يعني إذا مسكنا ليبيا بنلقى حفتر بغادي، إذا كل يعني نلقى اليمن نلقى الحوثيين، ونلقى هسه مجلس الانتقال، يبقى الميليشيات في كل مكان، في أي منطقة. اثيوبيا فيها أكثر من ميليشيا كذلك. وبالتالي يعني ده بيكون الداء السرطاني الداخلي، ده بياكل من الداخل، وده ما يهزم الدول ويخليها تتكفي على نفسها عن الدفاع عن نفسها. وبالتالي أتت يعني امبارح الأحداث يعني تجمعت مع بعض. يعني قلنا في الفيديو السابق أنا تحدثت عن إنه السعودية طلعت، أو الخارجية السعودية طلعت بيان تحدثت فيه عن أهم مستجدات ما يحدث في اليمن ومنطقة مهرة ومنطقة حضرموت عموما، يعني المنطقة الشرقية من اليمن اللي بتتبع لليمن الجنوبي سابقا. وإنه كيف إنه التدخلات، إنه المجلس الانتقالي اللي هو يعني مدعوم دعم مباشر وكامل من قبل دولة الإمارات، باعتبار أنها كانت جزء من حملة عاصفة الحظ في اليمن ضد الحوثيين وكده، وبالتالي سيطرت، وبالتالي أصبحت في نفوذ السعودية أو ما يمثل أمن قومي واستراتيجي للعمق السعودي، ممثل في منطقة حضرموت، وارتباط التاريخي والجغرافي وحتى النسبي مع المملكة العربية السعودية. يعني طبيعي تلقى حضارة سعوديين وحضارة يمنيين وكده، تدخلات كبيرة، وده أدى لانفجار في الوضع شوية. وإنه السعودية تعاملت بحكمة كبيرة بإنه لا تنطلق طلقة واحدة، حتى عندما هاجموا بقوات
للسيطره على مناطق حضرموت. هنا السعوديه كان لها تاثير كبير جدا، رسلت مناديب منها على مستوى رفيع على اساس انه تهدي الاوضاع، ما تحصل حاله بتاعت انفلات. اذا الناس اللي عايزين يخشوا المناطق خلوهم يخشوا، ما تقاوموهم، لانه طلقه واحده بتاعت بدايه حرب اهليه صعب تداركه وصعب يعني التخمين في مداها والى اين تستمر يعني، والنار تحرق الكل. وبالتالي تجربه السودان بالنسبه للسعوديه، السعوديه دارسها كويس في انه طلقه واحده ممكن يعني المشروع يطلع من يديك. وبالتالي التهدئه والسيطره على الموقف سلميا هو ده انجح الطرق في انه شنو تحافظ على الدم اليمني. ولكن يعني امبارح السعوديه اضطرت في انها تستعمل الطيران بتاعها في هجوم انذاري، يعني هي ما ضربت ما قتلت، لكن هجوم انذاري لمناطق المجلس الانتقالي المدعوم اماراتيا، في انه هو اللي بيدعي لانفصال الجنوب، لكن السيطره على حيدرموت مناطق مهرة وشبون هنا هي دي مناطق اساسيه، دي مناطق حتى المناطق الاغنى هي المناطق المؤثره جدا، يعني بدونها بيكون في خلل كبير جدا، يعني لا تستطيع ان تكون او لا تستطيع ان تنفصل الجنوب بدون مناطق حيدربوت او المناطق الشرقيه من اليمن، ده خلفيه يعني. بالتالي السعوديه تعمل الطيران امس حتى يعني انه لا يعني ما في الكلام ده، ما حيمشي، ما حيستمر كده، لابد ان يتوقف، ولابد ان يتوقف سلميا، والا انه المساله دي ما فيها مجامله، ده امن قومي، ده امن بخصوص السعوديه والمملكه، وبالتالي المملكه تستطيع ان تدافع عن نفسها. دي كانت الرساله. اعتقد انه الرساله وصلت، اعتقد انه الرساله يجب انها تمشي في طريقه التهدئه وطريقه الهنا، لانه السيناريوهات كثيره بالنسبه لمنطقه حضرموت وكده. بدون لا يستطيع الجنوب ان يكون جنوب منفصلا. ثانيا التوقيت السياسي ما بيسمح الان ده مربوط ارتباط كبير جدا بالسودان، ومربوط كبير جدا بمنطقه القرن الافريقي. ليه القرن الافريقي؟ لانه بنسمع الليله دوله صومالي لاند دي من 84 مكونات 3 قبائل، منطقه كده 3 قبائل، لكن الجيو سياسي ليها مهم جدا ومؤثر جدا. هنعرف ليه وليه. الدولة دي ما في زول، هم ال3 قبائل دي اعلنوا منطقة واعلنوا انها هي اسمها دولة صومال، لا صومالي لاند اللي هو ارض الصومال، وانها هي مستغلة وعملوا لها عملوا يعني في تكوين بتاع دولة، لكن ما في دولة اعترفت بها لا افريقيا ولا عالميا، عدا دولة واحدة اللي هي اخيرا يعني بعد 2007 2008 خشت الامارات على الخط واصبحت عندها علاقات مع صومالي لاند، واصبحت يعني من الناس اللي وبالتالي تستفيد منها لانه في المخطط الاسرائيلي واضح. طيب شنو الجيوسياسي بالنسبه لمنطقه صومالي لاند ومنطقه القرن الافريقي عشان نشوف الطوق ده كيف؟ طوق كبير جدا، والطوق ده اسرائيل بتعمل عليه لانه ده اللي بيوضح لك خارطه الشرق الاوسطيه كيف. طيب انا هوضح المسائل دي، ويحتاج احتمال احتاج لفيديوهين 3 الناس للمتابعه، لانه انا حسابي بالمناسبه بقى يعني ما اقدر اتكلم عن الحاجه دي، لكن ما مسموح له انه ينتشر. يعني اذا انت بتقدر تعمل له اي مساعده بتاع الشارع اعمل له، لانه اصبح ما بينزل طبيعيا زي ما كان بينزل. انا كانت الفيديوهات بتاعتي بتحصل عادي 400,000 مشاهدات خلال 24 ساعه، الان لا، ممكن ما تحصل ولا 1000 لانه عليها حظر شديد، لانه انا بتحدث عن الممنوع، والتحدث عن الممنوع هنا يعني اشكاليه في هذه المنصه. طيب المنطقه بتاعت صومالي لاند اللي هي بتمثل شنو؟ هي الجهه المقابله لليمن الجنوبي في جنوب اليمن في البحر الاحمر، يعني من هنا في عدن ومن هنا في صومالي لاند. طيب ده بيعني شنو؟ بيعني حاجه اسمها في باب اسمه باب المندب. هذا المندب، هذا الباب هو بيربط ما بين البحر الاحمر وشنو؟ المحيط الهندي، وده اللي بيفتح المجال، ده اللي بيربط بين القارات كلها. ده ممر مهم جدا. هذا الممر الحوثيين استفادوا منه تماما في الهجوم على اي لحظه. الجنوسايد اللي كان حاصل في غزه، الحوثيين كانوا بيضربوا اي سفينه بتحاول تساعد او هنا، الى درجه انه اصبح الامداد يتم لهم بريا عن طريق الامارات لاسرائيل. ده كله كلام حصل في 25 و24 وكده. وبالتالي منطقه حساسه ومهمه جدا. ليه؟ عشان كده نحن بنقول انه الصراع بتاع الشرق الاوسطيه ده انه اهم ارتكاسه اللي هو لابد انه موضع قدم لاسرائيل في منطقه البحر الاحمر او امن البحر الاحمر كما يسمى.
لانه ده بأمن لك حاجات كثيره جدا. الحوثيين استفادوا من الحته دي، لكن الان عندما اسرائيل الامارات تكون عندها علاقات وطيده، واسرائيل الليله تيجي تحترف بدوله هناك، بالرغم من الرفض الافريقي، بالرغم من الرفض السعودي، الرفض المصري، الرفض التركي، بغض النظر عن الرفض اللي حصل لمساله الاحتراف وكده، لكن مع ذلك انه هو بيمثل. يعني انا لما نقول احترف بيك معناها حتعامل معاك، ممكن اوقع معاك اتفاقيات، ممكن اعمل معاك اشياء، وبالتالي دي من اجل انها تجد مدخل او موطى غضم لمنطقه امن البحر الاحمر، انها يكون عندها علاقه بالبحر الاحمر. ما تنسى انه الامن اليمن من الناحيه الشرقيه ودين من الناحيه الغربيه، باب المندب بيناتهم، وبالتالي يسهل اسرائيل انها تسيطر على ما تخاف عليه السعوديه والسودان ومصر وخلافه، وبالتالي تخلق نقطه. طيب منطقه القرن الافريقي، انت الليله لما يكون عندك الصومالي الان من هنا، وعندك اوريدي طوق على السودان، باغراءات اقتصاديه، باغراءات مساعدات ماليه، بحاله بتاعت رفض. عندك اثيوبيا، عندك جنوب السودان، عندك اوغندا، عندك تشاد، عندك شرق ليبيا حفتر، ده طوق. وعندك من هنا يكون عندك الطوق بتاع اليمن الجنوبي كله، اذا ما المجلس الانتقالي مدعوم اماراتيا يقدر يتمدد انه يعمل الطوق، يبقى السعوديه داخل الطوق ده، السودان داخل الطوق، مصر داخل الطوق نفسها. ليه؟ لانه في الصراع الخفي. طبعا الان مثلا من ضمن المخططات او السيناريوهات انه في تجميع قاعد يحصل الان في مناطق اللي هي حدوديه ما بين السودان واثيوبيا، اللي هي المناطق اللي بتدخلك مباشره للقضارف، ومنطقه الاقليم الشرقي الممتد لكسلا وبرصدان وكده، وده تجمع. يقال انه الان يوجد حوالي 10,000 جندي هناك باسم الدعم السريع وميليشيات كولومبيه واثيوبيا، في انه ديل ممكن يخشوا عن طريق البوابه الشرقيه دي، عن طريق القضارف، ممكن يحصل هناك. وده سبب البيان بتاع عن مصر بتاع الخطوط الحمراء، ده واحد من البيان كده. اضافه لانه برضه من هنا برضه بنلقى الطوق ده من هنا العادل بتاعه اريتريا لا زالت تتضامن مع وحده السودان، وبالتالي اريتريا واثيوبيا برضه عندها مطمع في اثيوبيا، لانه اريتريا تحد على المخرج المنفذ الوحيد اللي كان لاثيوبيا قبل انفصال اريتريا، اللي هو قبل 1990 اللي هو حاجه اسمها ميناء عصب. ميناء عصب ده كان الواجهه او ده كان البوابه بتاعت اثيوبيا للعالم، اللي هي في البحر الاحمر مع المحيط الهندي. لكن بعد استغلال اريتريا اصبح هذا المنفذ معدوم، وبالتالي اصبحت كل حركتها التجاريه تتم عبر ميناء جيبوتي. وجيبوتي الان جيبوتي على اثيوبيا، على دي كلها يعني، والان صومالي لاند، واصلا كانت صومالي لاند، دي كلها بتطبع او بتكون دايره حول فلك الامارات. وبالتالي ده الطوق، يعني من هنا مطوع السودان كله مطوع على اساس انه يتفصل ويتم السيطره عليه كامله. السيطره على السودان بيعني شنو؟ بيعني فقدان مصر للبوصله عموما، لانه ده امنها القومي، دي الرئه بتاعها، ده الشريان. كذلك اليمن هناك تكون شنو؟ ده المنفذ بتاع شنو؟ او الامن القومي بتاع شنو؟ المملكه العربيه السعوديه. عندها حدود مناطق شبوه هنا مهره وبتاع، عندها حدود مع سلطنه عمان ولا ما، يبقى هي تقاسم نفوذ. طيب الامارات عندها هناك في منطقه الخليج او الدول الخليجيه تحديدا، البيت الخليجي 6 دول دي عندها الكويت. لكن مثلا باقي الدول بتلقى مثلا قطر، هو السعوديه حتى في تقارب كبير جدا، وفي مشاريع بيناتهم استثماريه، قطار وخلافه. ده بوريك انه التوجهات الجديده. كذلك البحرين بوابه خلفيه للمملكه العربيه السعوديه. كذلك سلطنه عمان طبعا مع الامارات اختلاف كبير جدا، وانه كانت في محاوله بتاعت انقلاب اماراتي داخل سلطنه عمان وكده، باعتبار انه تاريخيا هي اتفصلت من وين، المناطق دي كلها بتفصل. كانت الامارات دي كانت بتتبع لسلطنه عمان قبل 71، وبالتالي في ما ياخذ. طيب عندك البحرين مع السعوديه، قطر مع السعوديه، وبيجي عندك سلطنه عمان مع السعوديه، وبيجي هنا عندك الامارات والكويت في خط واحد. او يبقى في تطوير. دي خارطه بتوضح لك انه التهشيم او التقسيم اللي ممكن يحصل في الدول دي، وانه كيف ياثر في الدول اللي عندها المقدره في انها تقاوم هذه المشاريع. يعني عندك مثلا في المنطقه ديك عندك السعوديه مقاوم، عندها المقدره، عندها القوه انها تقاوم. وبيجي عندك مصر
ممكن تقام، لكن برضه يكون الطوق ده مع الجانب من هنا. وبالتالي دي هنا الامارات بتلعب الدور الصهيوني العام ده، دوله وظيفيه بالمعنى الحقيقي، بانها هي بتلعب الدور الاسرائيلي، هي بتمهد. وبالتالي التفكيك ده كله ممكن يحصل تحت اسم عربي وليس اسرائيل، لكن اي زول بيعرف الدور الخبيث للدوله الوظيفيه انه ما تقوم به في المنطقه. وبالتالي هسه بيوضح لك انه الاحتراف او بناء علاقه جديده في صوماليا لاند ده بيعني انفتاح او بيعني بدايه تنفيذ مخطط خارطه الشرق الاوسط الجديد، لانه ده بدي نفوذ في امن البحر الاحمر لاسرائيل بشكل مطلق، بدي سيطره على باب المندب اللي بيربط ما بين المحيط الهندي والبحر الاحمر، وده المنفذ بتاع العالم كله ما يربط القارات كلها. وكذلك بتخلق السودان ممكن يتوزع الى دويلات ضعيفه متناحره ما تستطيع انها تحمي نفسها، وبالتالي تكون يعني اكله لكل الاطراف بما فيها اثيوبيا. وبالتالي اثيوبيا عندها ذرائع. تخلي المخطط بتاع الشرق ما في خوف من اثيوبيا، لانه اثيوبيا اصلا هي تحت بركان انفجار، يعني في اي لحظه ممكن تتفجر، لانه الامهره ممكن يتفصلوا في اي لحظه، التجري ممكن يتفصلوا في اي لحظه. وبالتالي الاثنيات عندهم مشاكل. عندك الاكبر اقليه موجوده اللي هي والاغلبيه العامه في اثيوبيا اللي هم ديل الاروميه، ممكن برضه لانهم ديل بيطالبوا بدولته، لانه ديل بيمثلوا حوالي 60% من الشعب الاثيوبي الاروميه. وبالتالي في 40% موزعه ما بين قبائل صغيره وما بين قبائل الامهره وقبائل التجري وكده. يعني ده انفجار جاهز في اي لحظه ممكن يتم تنفيذه. اذا صوماليا الان قامت اتفصلت لدولتين تبقى مقديشو دوله وهرقيسه اللي هي دي هسه ما يسموها عاصمه صوماليا الان تكون دي دوله ثانيه. كذلك عندك السودان لما يتفصل مثلا دارفور تمشي مناطق النيل الازرق، والهنا تمشي كمان دوله، وكمان بيجي عندك بقيه السودان ممكن الشرق يمشي دوله، وممكن الشمال يمشي دوله، والوسط يكونوا دوله. يبقى انك انت بتعمل التجديدات. عندك ليبيا هنا برضه كمان شنو شرقها يكون دوله وغربها يكون دوله، وبالتالي تسهل عمليه السيطره على دول صغيره ضعيفه متناحره متنافره تعيش حروب وكده، وبالتالي يكون هو المستفيد الاكبر من واسرائيل. طيب هل ده بيخلق نفوذ للامارات؟ لا، الامارات ممكن هسه تستعمل كهدف. ده التاريخ بيقول كده، التاريخ بيقول كده، قراءته بتقول كده، وتجاربه بتقول كده، انه اسرائيل اوكي هسه معك حليف واي شيء الى ان تتمكن من كل الخرطه او تنفيذ الخرطه. الامارات حتكون اول ضحيه هذا المشروع. حيتم ابتلاعها، لانه لا هي سكان 400,000 حيتم ابتلاعها في لحظه، لانه ده يعني حتى اسرائيل اللي بيضعفها وحاجاته الا انه يعني مع انه ده المشروع ده ماشي في اتجاهه ده. ليه؟ طيب المشروع ده هسه حيمشي بخطه سريعه عليه، لانه كمان في المقابل اسرائيل لن تصمت يوما واحدا في ارض فلسطين اذا لم تجد دعم الدوله العظمى في العالم اللي هي امريكا. اكبر دوله عندها قوة عسكرية واقتصادية هي أمريكا. لولا دعم أمريكا ووقوفها في إسرائيل وتأثير إسرائيل في السياسة الأمريكية لا سيما الخارجية لما صمتت إسرائيل يوم واحد تجاه مقاومة الشعب الفلسطيني من أجل حقوق المشروع. وبالتالي الآن أصبحت في حالة مد ووعي كبير جدا، وعي محافظ، ده اللي بيسمونه الكونسرتيف اللي هو بيتبعوا للحزب الجمهوري. كويس، في وعي كبير جدا في انه امريكا اولا اللي هو بسموها ميجا دي اللي انتخبت ترامب لدورتين، وميجا ديل هم ديل المحافظين الامريكان اللي بيقولوا انه يا اخي امريكا يجب ان تكون للامريكان اولا ما لاي دوله ثانيه. وديل الان بيخوضوا صراع مرير جدا مع اسرائيل واللوبي الصهيوني الموجود في امريكا اللي هو الزاينس اللي هو الصهيونيه، الحركه الصهيونيه العالميه اللي بتاثر وبتشتري المرشحين كلهم. يعني بتلقى الكونغرس، البيت الابيض، كلهم بيكونوا تابعين ل الايباك او المجلس الامريكي الاسرائيلي كده اللي استضاعه وكده، واللي هو شنو ايباك ده اللي هو شنو الزاينس الصهيونيه او الحركه الصهيونيه العالميه وده تاثيرها. الان في مواجهات كبيره جدا وفي وعي داخل الجيل الجديد. الاجيال الجديده الان اجيال الالفينيه في وعي كبير جدا وتمدد كبير جدا مزعج بالنسبه للحركه الصهيونيه، لانه الناس ديل هم
يستطيعوا انه يغيروا كل الموازين في امريكا، يستطيعوا انه فعلا انه يخلقوا امريكا اولا. وعندما يتم تنفيذ مشروع امريكا اولا، اسرائيل لن تحظى اي دعم، وبالتالي اسرائيل ستواجه مصيرها بنفسها. وبالتالي اسرائيل تخطط عندما تواجه هذه الظرف انه يجب انها تكون جاهزه لنفسها، وبالتالي من خلال انها صحيح هي دوله تملك سلاح نووي، ولكن انها لم تستطيع ان تسيطر. يجب عشان تسيطر على كل المنطقه بتاعت الغرب الافريقي والشرق الاوسطيه والخارطه الجديده دي، لابد انها تخلق دول صغيره ضعيفه متناحره تستطيع تسيطر عليها بدون اي دعم امريكا او اي دعم ثاني. دي الفكره اصلا. يعني برضه سوريا ما ننسى انه هسه هضبه الجولان اصبحت اسرائيليه يعني بالمعنى. جميل. وبالتالي لابد من لبنان لا حول ولا قوه له في هذا الصراع، وبالتالي يجب انه الناس تنتبه لهذه الخطة الجديدة. وبالتالي هل زاد الماء على الطحين؟ نعم زاد الماء. من الذي يصب الماء؟ هو إسرائيل، ولكن يدها التي تحمل الإبريق اللي هي دولة الإمارات مع الأسف. إلى أن نلتقيكم في فيديو قادم. السلام عليكم.